اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين. مشاهدينا الكرام، تحياتي محدث فارس عوض كبيرة التعليق على بعد لحظات قليلة جدا من نهاية كأس إسبانيا، حيث سيكون فريق ليفانتي يواجه فريق ريال مدريد. المشوار لم يكن سهلا، الطريق لم يكن ممهدا في كأس إسبانيا حتى الوصول للنهائي. الآن مباراة الحسم، اللحظات الأخيرة، من سيتوج بالتأكيد ويرفع الكأس لدخول التاريخ. هي مباراة كل شيء في هذه البطولة، والكل عليه أن يقدم أفضل ما لديه. ماركو أسينسيو، تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. الكرة بتتشتت بعيد عن المرمى. لا شك بأن تواجد بنزيما يرفع من مستوى التوقعات لدى الجماهير. مسألة الربط بين خطوط الفريق، تنقل الكرة بكل سهولة داخل الملعب، سهل ممتنع، واحد من أهم مزاياه. إبعاد سيء للأخطاء، ما زالت خطيرة. قرار سليم من الحكم بعدم تعطي فاول. الآن يبدو بأننا سنشاهد كارت يخرج في هذا التوقيت. بعد هذا الكرت الأصفر عليه أن يكون أكثر حذر طول المباراة، لأن إنذار آخر بالتأكيد راح يجعل يترك أرضية الملعب وفريقه في موقف صعب. تمريرة سيئة تذهب للفريق الخصم. رودريغو، لعبة قوية، الكرة بتروح لحارس المرمى. فالفيردي، رودريغو، محاولة للوصول إلى المرمى. كاسيميرو، دفاع ككتلة واحدة من الخلف دون الاندفاع للأمام. فريق لا يمل من التمرير، شجاعة كبيرة في التسديد. شوف الأخطاء، شوف اتخاذ القرار. لكن اللعبة عدت في اللقطة الماضية كانت قريبة من المرمى. ميليرو، نيمانيا رادوخا، الكرة تقترب من دفاعات الخصم. نتيجة التعادل، والفريق يبني الهجمة بتنظيم وهدوء وبدون تسرع، بدون خطأ. يحصل على الكرة في منطقته. كريم بنزيما، رودريغو، بيلعب الكرة، تسديدة لا تمر، استخلاص رائع الكرة وإيقاف الهجمة. كرة خطيرة في مكان، شجاعة كبيرة من الدفاع، يتصدى الكرة. يتجاوز الدفاع، ينطلق، يتقدم فيها بدون رقابة. تدخل وقطع للكرة في وقت حاسم. استحواذ والسيطرة على الملعب من جانب ريال مدريد في آخر 15 دقيقة. هم الآن أقرب للتقدم في النتيجة وكسر حالة التعادل بهذا الأداء. ضربة رأسية قوية، حارس المرمى يبعدها. الله على هذا التدخل. تنفيذ الضربة ركنية في وسط منطقة الجزاء. ركنية لا تستغل، فرصة بتضيع الآن. حلوة التسديدة، لكن لسوء الحظ مرت الكرة فوق العارضة، سددها بقوة. كم من الممكن أن تسجل هدف جميل في هذه اللحظات. نقل ممتاز للكرة في الثلث الأخير.
ما زالت الكرة تشكل خطورة. كاسيميرو لديه فرصة لإرسال كرة عرضية. أوهو، يبعد كرة خطيرة. اعتراض يمنع مرور التسديدة. كاسيميرو في النهاية كرة بتخرج بجوار المرمى. كان واضح بأنها لن تشكل أي خطورة، ولذلك ما شاهدنا أي محاولة للتصدي لها. بنزيما يحافظ على كرته. عرضية على القائم البعيد. اعتراض وتشتيت الكرة، كان ممكن تشكل خطورة. ماركو اسينسيو، المساحة أمامه لإرسال كرة عرضية. يا الله، كرة في العارضة. الله على البداية من المدافع. شوف اعتراض الكرة الماضية. شوط أول ينتهي والنتيجة سلبية. الشوط الثاني يبدأ بأقدام لاعبي ريال مدريد. تمريرة من لوكا لكن مقطوعة. مارتينيز عمل رائع. لكنها لا تشكل خطورة على حارس المرمى واللي يتصدى بسهولة. فالفيردي، رودريغو، كريم بنزيما، بيرلا ميندي. تدخل يبعد الكرة. طبعا بالنسبة للمواجهة المقبلة في بطولة الليغا ننتظر مشاهدة لقاء فريق ليفانتي الثالث، حيث سيقابل فريق فالنسيا خارج ملعبه، وطبعا سوافيكم بإذن الله في كابينة الدعم. عرضية ولكن من نصيب الحارس. كريم بنزيما، عند الكرة الآن. الكرة ما كانت صعبة على حارس المرمى، يرتمي ويتصدى بدون أي مشاكل. تبديل لمصلحة ريال مدريد. ركنية باتجاه المنطقة. انتهت الخطورة وضاعت الكرة ركنية. عرضية تصل إلى الصندوق. يتقدم باتجاه المرمى. كريستيانو رونالدو، يا الله، على الطاير حطها، على الطاير سجلها. هدف مذهل، مهارة استثنائية، نهاية خيالية. شوف اللعبة مرة أخرى. عرضية كانت مميزة، لكن العمل الأكبر في هذا الهدف كان من الدور رونالدو. النجاح في التعامل مع الضغوطات والمرور بعد ذلك والتسجيل.
هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. ينطلق بالكرة نحو المرمى. لن يخسر الكرة بعد هذا التدخل. ضربة رأسية قوية، حارس المرمى يبعدها. الله على هذا التدخل. المدرب اعتقد يبحث عن دماء جديدة، الأمل العودة في اللقاء فيما تبقى من هذا الشوط الثاني. ركنية في المنتصف. أخيرا بعد طريق صعب وشاق نهائي كأس إسبانيا، سيكون اللقاء القادم للنادي الملكي ريال مدريد، حيث سيقام. كيف ضاعت هذه الفرصة؟ أي كرة هنا، لكن هنالك راية وحالة تسلل موجودة في اللعبة. من الغريب إضاعة مثل هذه الكرات حتى لو كان هناك تسلل. الراية مرفوعة، الحكم يعلن عن حالة تسلل. لعبة كانت بأن تشكل الفارق في المباراة في هذا التوقيت. كرة ثنائية سلم واستلم. ممكن هذه، ممكن كرة التعادل. مستحيل الكرة بترتد من القائم. الكل اعتقد بأن الكرة في المرمى وأنها هدف التعادل، لكن العارضة تدخلت منعت هذه اللقطة. سوء حظ كبير وغريب في هذه الكرة. محاولة لكن الحارس يتصدى لها بكل سهولة. بيعدي فيها فرصة الآن. يا الله، كم ممكن تكون هدف. الله على التدخل. تمريرة لا تصل وتخرج إلى رمية تماس. حلول تبدو قليلة أمام هذا المدرب، لكن الآن تبديل تكتيكي ويأمل تغيير مجريات هذه المباراة فيما تبقى من الوقت. كرة بيبعدها المدافع، دور كبير قدم هذا المدافع في هذا اللقاء. بناء جيد لهذه المحاولة واحتفاظ بالكرة، لكن يفقد الفريق الكرة هنا بدون أي تأثير في الثلث الهجومي. فرصة لإرسال كرة عرضية، كرة بينية عالية، عرضية داخل البوكس. تشتيت سيء للكرة في هذا المكان. الآن تأتي فرصة لهجوم مرتد. أسينسيو، فرصة في هذه اللحظات لحسم المباراة. نلعب الآن في الدقائق الثمانية الأخيرة من عمر المباراة. تعامل سيء من اللاعب مع الكرة، كرة بتتحول إلى خارج الملعب. واضح أن المدرب راح يستعين بواحد من هؤلاء البدلاء. شوف الآن عمليات الإحماء على خط التماس. فرصة من جديد لكرة التعادل. ممتاز حارس المرمى في التصدي، خطيرة من مسافة قريبة في الدقائق الأخيرة. كم من الصعب تعويضه، لكن حارس المرمى ينجح في هذا التحدي. برافو على اللقطة الماضية، تمركز ممتاز يساعده في قطع الكرة. محاولة بناء هجمة في هذا التوقيت، ممكن تكون فرصة أخيرة للتعادل. دقيقتين تفصلنا عن صفرة النهاية. إمكانية الكرة العرضية، عرضية عند القائم الثاني. إبعاد سيء للأخطاء، ما زالت خطيرة. كرة هدف في هذا التوقيت. الله على الفدائية من المدافع. شوف اعتراض الكرة الماضية، حكم الراية يحتسب التسلل. فرصة حقيقية بتضيع. دقة كبيرة في احتساب هذا الحكم لهذا التسلل. في تسلل في اللقطة الماضية، هذه الإعادة وهذه الهجمة اللي كانت قريبة جدا. تحقق الهدف، كتبوا التاريخ، توجوا الفريق بكأس اسبانيا، توجوا الفريق باللقب وبالذهب. نهائي مثير، انتهت القصة والحكاية وابتدت الاحتفالات والسهرات. مستحقة هذه البطولة.
الاحتفالات تستمر على منصات التتويج، لحظات تنتظرها الجماهير طوال الموسم، تتمنى بأن لا تنتهي، لحظات ستبقى في الذاكرة، أجواء في رفع كأس البطولة، أجواء لمس الميداليات والاحتفال مع كأس البطولة، دائما ما تكون أجواء خاصة جدا. لحظات كبيرة في الملعب، لاعبون يتوجهون من أجل تحية هذه الجماهير الحاضرة العاشقة المحبة. شوف الجماهير، شوف الثقافة، شوف كيف تقف خلف من يقف خلفها من أجل تحقيق الألقاب. علاقة الجماهير باللاعبين علاقة لن يفهمها أحد سوى مشجعو المدرجات. الآن لحظة التقاط الصورة التذكارية مع اللقب، صورة ستبقى في الذاكرة وتحفظ في التاريخ وفي أذهان كل جماهير النادي.